السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. اهلا بيكم في سنه جديده سعيده ان شاء الله. 2024 هتكون من احلى سنين حياتك، وان شاء الله بعد 10 سنين لما تبص على 2024 تقول ياه، هي دي السنه اللي انا اشتغلت فيها على نفسي وبقيت بني ادم كده. فبسم الله الرحمن الرحيم، عايز اشارككم ازاي بخطط للسنه الجديده. هو الموضوع قبل ما نبدا مختلف قوي من واحد للتاني. اعرف ناس مثلا مش بيخططوا خالص لحياتهم، عايشين يوم بيومه والدنيا ماشيه معاهم وشغالين كويس. انا بالنسبه لي لو عشت من غير ورقه التفكير بتاعتي دي ارتبك اتوتر ببقى مش متزن. ورقه التفكير ديت ورقه اي 4 حاططها على المكتب قدامي بفكر فيها، وده شكلها. اخدت سنين كتير عبال ما وصلت للشكل النهائي بتاعها ده، فحبيت اشارككم ازاي انا بفكر وازاي بخطط، يمكن حد يستفيد. اول حاجة بنبدأ بسم الله، بنكتب هنا تاريخ اليوم 28 12 2022 2023، بقسمها بالشكل ده، ادي واحد اتنين. بكتب هنا الهدف الكبير بتاعي، هدفي في الحياة اكون مبسوط. انا ببقى مبسوط، بتختلف من واحد للتاني. انا ببقى مبسوط لما احس بالتطور، لما ابقى كل يوم احسن من اللي قبله، لما ابقى كل شهر احسن، لما كل سنة احسن. احس الموضوع بديهي صح، بس يعني تعالى نتكلم فيه شوية، ازاي نبقى مبسوطين. هو الموضوع شبه هرم كده، حاجات بتتبنى على حاجات. قاعدة الهرم الاحتياجات لا مؤاخذة الحيوانية، اللي هو اكل شرب سكس نوم، اللي هو البديهيات خالص، اللي هو لو انت حققتها تمام مبروك بقيت كائن حي. دول لو مش مظبوطين مستحيل تبقى مبسوط. لو بتاكل اكل من الشارع دايما انتفاخات وتعبان في بطنك، لو مش بتنام كويس، لو جسمك ده مش مرتاح صعب بالك يبقى مرتاح. بعد كده الاحساس بالامان، هتبقى مبسوط لما تبقى حاسس بالامان، اللي هو الصحة والستر. جسمك لو تعبان صعب تبقى مبسوط. لو مهنتك مهنة مكتبية زي حالاتي كده، وقاعد قاعد اخد وضع الجمبري طول اليوم قدام الكمبيوتر، اضاءة نيون وتهوية مش مظبوطة، صعب قوي تبقى مبسوط. فحط في الخطة الجديدة تظبط الاساسيات دي، وبنبدأ بقى منها يعني، اللي هي ممكن تخلي السنة دي كلها عشان تظبط صحتك وتظبط الماديات، تبقى معاك الحد الأدنى اللي هو أنت تمام مرتاح. بعد كده الأهم الاجتماعيات، الأسرة، العيلة، الصحاب. أنت بتبقى شبه الناس اللي أنت قاعد وسطهم. لو أنت قاعد وسط ناس فاشلة محبطة هتبقى قاعد شبههم. لو أنت قاعد وسط ناس ناجحة وغنية هتلاقي نفسك بتفرك عشان تبقى شبههم. وما تصدقش اللي يقولك الدنيا مش سباق وحاول ترتاح وبتاع. اللي بيقول كده يا إما واحد فاشل في آخر السباق، يا إما واحد نجح خلاص واللي هو يا ابني الفلوس مش كل حاجة. فأنت لو شخص عادي يعني الدنيا سباق، واشتغل على نفسك وحاول تتطور وبعد كده لما تبقى غني تمسح دموعك كده بالدولارات وتقول يا الفلوس مش كل حاجة. ايه المهم، فالاجتماعيات حاجة مهمة جدا. لو انت مش قاعد وسط ناس حلوة، بعد كده تترقى اكتر اكتر، تبقى مبسوط اكتر واكتر لما تحس بالتقدير، تقديرك لذاتك وده المهم، وتقدير الناس ليك. وقمة الانبساط، قمة اللي هو يا سلام لما تحقق ذاتك، اللي هي مش عارف هي ايه، بس اللي هو كل واحد، ما فيش حد شبه التاني زي ما قلت لك. فانت شوف انت بتحب ايه في حياتك، ولو انت دلوقتي ما عندكش الحاجة اللي انت بتحبها فيبقى انت لسه ما جربتش. اللي هو مثلا في حد بيحب يتعامل مع ناس ويحب السلطة ويحرك الناس وبتاع، فهو هيبقى مبسوط لو شخص سياسي. حد بيحب الارقام وبتاع محاسب، مش عارف. حد يبقى انا بحب التعليم فانا مدرس. فلان عايز يشتغل طباخ، عايز يشتغل رقاص. انا يعني بص، هي بتختلف من واحد للتاني. فيلا بينا نبدأ التخطيط. عرفنا ازاي نبقى مبسوطين، عرفنا ايه الحاجات اللي نحطها يعني في الخطة. تعالى نقول ازاي نبدأ بقى في الخطة. بنحط بعد ما حطينا الهدف الكبير ان انا اكون مبسوط، نحدد بقى الموضوع شوية ونحط الاهداف الكبيرة. اهداف تخلص مثلا خلال سنة، سنتين، 10 20 30 عادي. دي الأهداف الكبيرة. أهداف ليها علاقة بالكارير بتاعك، أهداف ليها علاقة بصحتك، أهداف ليها علاقة بالاجتماعيات، أهداف ليها علاقة بالماديات. اللي هو أنا هدفي عايز فيلا. أنا مثلا عايز أشتري فيلا أبنيها أنا، تكون في حتة بعيدة، أرض رخيصة كده، وأبني الفيلا وأربي فراخ. أنا ده طموحي. أو يعني شوف طموحك إيه. عايز أطلع معاش مثلا في سن ال50 كده وأبقى مش محتاج أشتغل، ما بحبش الشغل. أو حد مثلا بيحب الشغل، عايز أشتغل بصحتي لآخر يوم في عمري. واحد الاجتماعيات مهمة بالنسبة له، فحلمه الأوبجيكتيف الكبير بتاعه إن هو بيتخيل نفسه كده طالع مع ولاده وأحفاده في رحلة على حسابه، عشان هو غني جدا والعيلة بتاعته أسرته والعيلة كده مترابطين وبيحبوا بعض، وهو عايش وسطهم جده المبسوط. بتختلف قوي من واحد للتاني، فأنت اكتبها قدامك، عشان زي ما قلت لك أنا بالنسبة لي من غير تخطيط بالورقة والقلم. فدي أهدافك، أنت أدرى بقى بنفسك. اكتب الأهداف بتاعتك ويلا بينا نحددها أكتر. بحدد بقى السنة دي انا عايز يوم 31 12 2024 اكون عملت كذا وكذا وكذا وكذا.
وهنشرح بالتفصيل اكتر. وبعد كده 31/6 يعني ديت خطة ال6 شهور، 31/3 خطة ال3 شهور، والمهم بقى 31/1 برضو ببقى كاتب هنا برضو الفلوس، الماني معايا وليا وعليا، عشان انا مش بعتمد على دماغي. وعامة برضو نصيحة، انت الحاجة في دماغك بتكون معقدة، الافكار بتبقى طايرة كده مش عارف تحددها، مش حاسس ان الدنيا صعبة وبتاع. اول ما بتحط افكارك على الورق بتقول بس كده الموضوع سهل اهو. فدايما فكر على ورقة. فنبدأ بقى في الجد، ازاي نحقق الكلام اللي في الورقة؟ ما هو اي حد ممكن يكتب، ما هو الكلام بفلوس، الكلام ببلاش. في طريقة كنت ماشي عليها زمان عايز اقول لك عليها، يقول لك aim for the stars reach for the moon، اللي هو انت تارجت انك توصل للنجوم في السماء، لو وصلت للقمر ماشي، كلام جميل صح؟ دي فكرة فاشلة. انا لما جربتها حياتي كانت جحيم، اللي هو انا بحط اهداف كبيرة جدا، انا عايز على اخر السنة اشتري عربية اوتوماتيك، ما مستحيل، لا مش هيحصل. واللي هو على اساس اللي هو لو جمعت فلوس اجيب موتوسيكل، تمام. ما نفعتش معايا الطريقة دي، عشان دايما كنت حاسس ان انا مش ناجح، ما انا بحط اهداف مش بتتحقق، فبحس الورقة ديت فاشلة زي ما كل الناس. اعتقد اغلب الناس فكرة التخطيط للسنة الجديدة والتارجت وبتاع، لما بتيجي السيره دي بيتريقوا صح، يقول لك ما احنا ياما خططنا وما نجحناش. طب دي مشكلتك، انا مالي انت التخطيط ده بيبقى بالتجربه والخطا، يعني يوم ورا يوم، سنه ورا سنه، لحد ما تلاقي نفسك عرفت طاقتك قد ايه، وبتحط اهداف لايقه عليك، وكل واحد وصحته. فانا بقيت الطريقه الجديده اللي بتنفع معايا جدا حاجه كده زي البرمجه، ببرمج مخي. انت وانا كل الناس عايزين ايه؟ عايزين نقعد نلعب ونسكرول على الفيسبوك وناكل وننام، انا مش عايز اشتغل، ما حدش عايز يشتغل. فزي البرمجه كده، كان في التجربه اللي هو الراجل اللي بيرن الجرس وبعد كده يحط الاكل للكلب بتاعه، يرن الجرس يحط الاكل، يرن الجرس يحط الاكل. مره رن الجرس وما حطش الكلب، فالكلب قعد يريل، اتبرمج ان هو ده بيؤدي لده. فاحنا بتبرمج نفسنا لا مؤاخذه يعني عن طريق هرمون عبيط، هرمونات السعاده جوه مخك، اندورفين ودوبامين واكسيتوسين وسيروتونين. من غير كلام مجعلص، في هرمون لطيف جدا اسمه الدوبامين، ده اللي هو السعاده اللحظيه، ده اللي بنشتغل عليه في الجيمز. يعني انا مثلا بحط لك لعبه، وانت لو قفلت الليفل هيظهر صندوق الكنز يطلع ذهب ويطلع اسوار ويعمل انوار وبتاع. فانت لما تكسب الكنز تلاقي فيه صهلله حصلت كده فتنبسط، فتبقى عايز تدخل على الليفل اللي بعده. حلو. في اخر كل حلقه في المسلسلات بيبقى في مزيكا مميزه كده، بتبقى عايز تبدا الحلقه اللي بعدها. الموضوع مش صدفه، دي برمجه. السوشيال ميديا معتمد على ده تماما، صوت التنج بتاع اللايك، صوت الميو بتاع مش عارف مين، دي برمجه لغويه عصبيه، بتبقى فاتح الابلكيشن مش عارف تقفل. فحلو ده نجربه على نفسنا. هاو بيجي باني احط اهداف تافهه، يعني مثلا خميس 28/12 انا خطتي في اليوم ده هفطر، بعد كده هشتغل 3 ساعات على التاسكايه الفلانيه، بعد كده هقوم ازاول صاحبي اللي على المكتب جنبي، بعد كده هشتغل ساعتين على التاسكايه الفلانيه، بعد كده غدا هتغدى. ما انت لازم هتتغدى، ما انت لازم هتفطر، ما انت غالبا هتشتغل. كنت بقى زمان بحط تاسكايه، النهارده هشتغل 20 ساعه على التاسكايه الفلانيه، اخلص التاسكايه الفلانيه، فلا ما نفعتش، باظت، وكنت على طول حاسس ان انا مقصر وما بخلصش التاسكات. لما بقى التاسك صغير، اللي هو انا هشتغل 3 ساعات، ايا كان النتيجه، انا هشتغل 3 ساعات، انا هفطر، ما انا اكيد هفطر، هتغدى، ما انا اكيد هتغدى. فانا ابقى في نص اليوم كده انا عملت ايه، عملت ده وده 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 وده، تمام. فتحس ان انت ناجح. فكره التشيك ديت الصح ديت بتبرمجك كده، بتخليك مبسوط، اللي هو انا عملت اللي ورايا. فحط اهداف تافهه، ديت نصيحتي العامه، عشان تبقى الاهداف الكبيره اللي انت بتحطها ديت سنه ورا سنه تنجح فيها، وتحس ان انت ساعه الجرد اللي هو انا بعمل لنفسي زي جرد كده، اخر كل شهر اشوف انا عملت ايه، اخر 3 شهور، اخر 6 شهور، اخر سنه اشوف انا عملت ايه. والنجاح من 60%، اللي هو انا عملت 60% من التاسكات التافهه، انا مبسوط، انا عملت اللي ورايا. تصدق او لا، لما بقيت بحط اهداف صغيره بخلص اللي ورايا وبقيت مبسوط، بقيت بصحى. نصيحة مهمة جدا، كل الكلام ده بيتكتب قبل ما تنام يا معلم، مش أول ما تصحى من النوم، عشان ديت مش مهمة سهلة، فكرة التخطيط وتكتب ورق وبتشحن نفسك، واللي هو بتتخيل مستقبلك، أنا هعمل وهعمل وبتاع، كل ده بيستنزف طاقتك. فلو عملت ده في أول يوم هتحس بعد ما تخلص الورقة في نص ساعة إن أنت إيه، خلصت. فتحس إن أنت خلاص عايز تنام ولا اليوم خلص. فبيقول لك لو أنت مش مخطط لليوم قبل ما تنام، اللي هو لا كمل نوم احسن، ما تصحاش من النوم يعني مش مهم. وعايز اخطط بقى للشهر، الشهر اللي احنا فيه ده، نحط بقى خطة كده مع بعض عشان تبقوا عارفين بمشي ازاي بالظبط. بما ان احنا قلنا
ان انت بتحط اهداف صغيره. فانا في اللعبه بتاعتي المفضله بقعد اعمل شرط مثلا، يعني مثلا الرياضه، ما فيش جسمك ده لو مش مظبوط عمرك ما هتبقى مبسوط. فبقول الرياضه، حاطط هدف في الشهر ده هجري 50 كيلو. فبعمل ايه؟ تريقوش عليا. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. أعمل 50 شرطة وأكتب جري. ومثلا جريت النهاردة 6 كيلو، هرجع كده وأعمل واحد اتنين تلاتة خمسة ستة. وبابقى مبسوط جدا يعني. بحاول بس ما حدش يتفرج عليا وانا بعمل الحاجات العبيطه دي، بس ببقى مبسوط جدا. احط مثلا انا الانجليزي عندي فيه مشكله كبيره عايز اظبطه مش عارف. لقيت ابلكيشن جديد اسمه ده مش اعلان اسمه إلسا اي اي. ده بالذكاء الصناعي كده، انا بتكلم معاه وبيرد عليا ويقول لي الغلطات بتاعتك ايه في الجرامر والكلام وبتاع. فانا حاطط 7 ساعات في الاسبوع لإلسا. إلسا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه في 4 مرات. ده التارجت الشهري بتاعي اللي هو على يوم 31 يناير، اشوف انا حققت كام بشرط كده. واللي هو انا شايف انا قدرت اعمل قد ايه، واحط تارجت قد طاقتي. عندي الرياضة والانجليزي، عندي مثلا عندي الكورس الفلاني عايز اخلصه، عندي كورسين فلا مش فاخلي دوت ياخد شهر او شهرين، والكورس اللي بعده ابدا بعد 6 شهور من النهارده. ونصيحة عامة، ما تستعجلش. ما تستعجلش، هي سنة ورا سنة. ما تقفش اللي هو انا عايز اعمل اول مليون ليا اخر الشهر. مفيش الكلام ده. كنت حاطط اهداف ايه كمان، ايه كمان. عندي شغلانة فلانية، عندي محتاجة حوالي 100 ساعة شغل. فاقوم حاطط 100 ساعة. الصراحة بقفلها اسبوع باسبوع مش شهر بشهر كده، خطط صغيرة اكبر اكبر اكبر. وببدأ من الكبير للصغير. وبس كده يعني انا خلصت الموضوع. نظريا سهل، عمليا ربنا معاك. اتمنى لك سنه جديده سعيده ان شاء الله. 2024 زي ما قلت لك تبقى من احلى سنين حياتك ومن انجح سنين حياتك. وابدا زي ما قلت لك يوم ورا يوم هتعرف طاقتك قد ايه. سنه ورا سنه هتلاقي نفسك بتبص على ورقك القديم وتقول ياه، انا كان طموحي ضعيف قوي اللي هو انا كنت حاطط تارجت قد كده ووصلت لكده. وده مش بيحصل بين يوم وليله، بيحصل بعد سنين كتير. خلي نفسك طويل وربنا معاك. اشوفكم الفيديو الجاي.